السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. بزاف منا شفنا الاخبار اللي دايره حاليا في المغرب بين مهداوي ووزير العدل، وهذا الشيء هذا كيخلينا نتسائلوا شنو واقع بيناتهم وشنو كاين بيناتهم. انا هنا اليوم جيت باش نفسر لك ونبسط لك بزاف ديال الحوايج. المهم البدايه كانت بسيطه بين حمداوي والصحفي المعروف خطابو القوي. خرج في واحد الفيديو في الموقع ديالو بديل انفو وكيتكلم على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقال عليه كلام خطير. قال باللي وزير العدل خدا هديه سيارة مرسيدس كيتورط تهرب الضريبة، ولكن هذا الشيء بلا دلائل موثوقة، وهنا بدات المشاكل. وزير العدل وهبي ما سكتش وقدم شكاية رسمية ضد مهداوي، وقال للمحكمة هذا الشيء فيه التشهير والقذف والافتراء وماشي حرية التعبير. المفاجأة الكبيرة، المحكمة الابتدائية حكمت عليه بسنة ونص ديال الحبس وغرامة ثقيلة 1.5 مليون درهم كتعويض للوزير. والمهداوي طعن في الحكم، ولكن للاسف المحكمه استأنفت واكدت الحكم بلا ما تنقص ولا تزيد شي حاجه وحده. ولكن هذا الشيء ما سالاش هنايا، كاين 4 ديال الشكايات اخرى باقي متابع بها مهداوي من طرف وزير العدل وهبي. يعني القضيه كبيره بزاف وكتخلي الراي العام المغربي يطرح سؤال واحد: فين كتوصل حريه التعبير؟ واش من حق الصحفي يوجه اتهامات المسؤول بلا حجج، ولا القضاء المغربي ولا كيسكت كل الاصوات الناقله؟ المهداوي في ردة الفعل ديالو اعلن على الاضراب عن الطاعه، وقال ان هذا الشيء انتقام من المواقف ديالو، حتى بطاقه الصحافه ديالو سحبوها منه. هذا الشيء كيخلينا نشوفوا واش وصلنا لمرحله الى الصحافي يتكلم يمشي للحبس، ولا راه كل واحد خاصو يتحمل مسؤوليه كلامه، وخاصه الا كان كيتهم شي مسؤول في الدوله. القضيه ولات حديث الصحافه الدوليه والحقوقيين، وكتطرح اسئله عميقه على الحريه والاعلام وحدود النقد وكيفاش كيتعامل القضاء مع الصحافي ضد الوزير. دابا الدور عليكم نتايا، شنو رايك نتايا في هذا الحكم هذا؟ واش مع مهداوي ولا مع وهبي؟ واش حريه التعبير خاصها حدود ولا ما خاص حتى واحد يسكت الصحافه؟ خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، وخليونا نعرفوا شنو كتشوفوا من الزاويه ديالكم.